تمام. بعد كده هضرب المواد السائله في الخلاط، اضربه كويس جدا او بالمضرب الكهربائي براحتك خالص، بس انا عايزه اسهل عليكي الخطوات. بعد ما اضرب المواد السائله في الخلاط بضيفها على المواد الجافه. دي الصينيه اللي انا بوريها لكم، صينيه مقاس 30. انا هنا ضربت المواد السائله كلها في الخلاط وحطيتها على المواد الجافه بتاعتي. وانا بقلب او انتي بتقلبي لما ان شاء الله تعملي الوصفه هتحسي ان القوام سائل. لا، هو مش سائل خالص، متهيألك. ما تنسيش ان انتي حاطه دقيق سميد، ودقيق السميد من المكونات اللي بتشرب السوائل. فواحده واحده مع التقليب. طبعا انا مسرعه الفيديو يا جماعه، بس انتي بتقلبي بالراحه من فوق لتحت كده، حركه واحده. مع كتر التقليب او لما بتقلبي يعني بتحسي ان القوام بيتقل معاكي. ما تقوليش دي وصفه بايظه، لا ده القوام سائل، لا خالص. القوام مش سائل، دي السميد بيشرب السوائل. فواحده واحده هتلاقي القوام تقل معاكي. جبت الاسباتيولا بس عشان اتاكد ان كل المكونات الجافه اللي في قاع البوله بتاعتي امتزجت كويس مع المكونات السائله، عشان ما يبقاش في تكتلات او حاجات مش لطيفه. بعد كده بصب كل المكونات بتاعتي في الصينيه وما بسيبش نقطه في البولة بتاعتي. دي مكونات انا عايزاها تبقى كلها موجودة، ما تنقص منها حاجة خالص. تمام. والصينية دي مقاسها كويس جدا جدا للوصفة. عدوا معايا كده بالراحة: 1 2 3 خبطة، 2 3. الطريقة دي هتطلع لك شكل الصينية اللي انت هتشوفيه كمان شوية. هنا كان الشربات خلص خلاص وطفيت عليه بعد 7 دقايق بالظبط. رشة فانيليا، وهقلبها واسيبه يبرد تماما. طبعا الشربات ده كان اول حاجة اتعملت اصلا قبل ما ابدا في الكيكة. والكيكه يا جماعه دخلت على درجه حراره 180، والفرن كان سخن قبليها طبعا بربع ساعه. قعدت قد ايه؟ قعدت 45 دقيقه بس. وبعد كده عملت اختبار بالخله من نص الصينيه ومن طرف الصينيه، وطلعت تمام نظيفه ما فيهاش اي حاجه خالص. كل اللي بعمله ان انا بسيبها 5 دقايق بالظبط تهدى بس من حراره الفرن. وبعد كده بقطعها لكيوبس او قطع يعني متساويه الحجم، وبسقيها الشربات بتاعها. في ناس بتسقيها كده من غير ما تقطعها، بس انا بفضل ان انا اقطعها علشان الشربات يتداخل كده جواها، وتحسي ان كل قطعة واخده الشربات بتاعها مظبوط. طيب، هل هي هتبقى سكر قوي او مسكرة قوي او سكرها لاذع؟ لا خالص. احنا عملنا معادلة، قسمنا كمية السكر في الشربات وفي الكيكة. مش حابة تحطي كوباية كاملة من السكر في الكيكة، حطي نص كوباية، ده على حسب التحلية بتاعتك. دي حاجة انت حرة فيها خلاص. بس جربيها والله بالطريقة دي مش هتلاقيها مسكرة خالص، كويسة، سكرها معتدل ولا قيمة لك الحرية يعني. انا هنا بوريكي، بصي الشربات وانا بصبه بيتشرب. طالما الشربات بيتشرب يبقى انت كده تمام جدا، مكوناتك مظبوطة، الكيكة واخدة تسوية